هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. الفيديو بتاع النهارده هيبقى من نوع الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، مشترياتي في خصومات البلاك فرايدي. فتعالوا نشوف انا جبت ايه. انا لسه مفتحتش الاوردرات، قلت افتحها معاكم، فيلا بينا نشوف انا جبت ايه. قبل ما نبدا متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وتروحوا تشتركوا في القناه وتعملوا سيرش كده على الفيديوهات، وتروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام عشان الحاجات دي اول باول بقولها لكم. انا هقول لكم كل حاجه، يعني انا اول حاجه هفتحها معاكم وهوريكم الحاجه، هقول لكم اسعارها ايه وحاجه، وفي حاجه جربتها قبل كده ولا لا، وفي حاجات كتيره كنت جايباها اصلا على فترات طويله وخلصتها. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هبدا معاكم فيها جبتها من ميني سو. تمام، ميني سو عامل عروض تاخدي حاجه وعليها حاجه هديه. والله يا جماعه، هي الحاجات كانت زمان ارخص يعني، فالحاجه الاوفرز كانت بتفرق جدا مع الواحد، والواحد كان بيحب يجيبها. بس دلوقتي بحس ان الاوفرز مش فارقه قوي يعني بحس ان عادي يعني مش كل الحاجات هتبقى الاوفرز مظبوط يعني حلو عليه. فاللي محتاجاه قوي هو اللي بجيبه يعني، بس مش اكتر يعني. ميني سو عامل انتوا عارفين ميني سو عامل عروض. انا كنت محتاجه قطن ضروري جدا بقالي فتره، والنوع القطن دوت تركي اللي هو ايزابيلا تقريبا. ايزابيلا ده نوعه. اوكي، نوع القطن ده حلو قوي، هو تركي 120 واحده، فكانت ب200 جنيه تاخدي واحده وعليها واحده هديه. فده كان اوفر يعني حلو جدا، فطبعا جبت واحد وعليه واحد هديه. وكانوا عاملين، انا بحب الليب بالم جدا جدا جدا، بحب زبده الكاكاو قوي. اي زبده كاكاو بروح يعني ما بقدرش اقاومها، لان انا على طول بقطع في شفايفي، فبحب زبده الكاكاو جدا. فكانت ديت اللي هي من ايفا، خصوصا اللي هي دي بقى بالتوت البري. اوكي، حلوه قوي، وفيها هيلورونيك اسيد، وفيها فيتامين ه اللي هو فيتامين اي، وحلوه جدا، وبترطب حلوه قوي، تقيله، فتحسي انتي تحطيها بالليل بترطب حلو قوي. تمام، فهي تحسيها في السكين كير تبقى حلوه قوي. فكان في واحده، وفي واحده عليها هديه كمان، بس انا فتحتها. اوكي، ده اللي انا جبته من مينوسو، بس علشان بس حاولت يعني اتمالك نفسي. جبت كمان هوريكم حاجات انا بحبها اصلا. اول حاجه جبته كان المعجون ده من سنسوداين، اللي هو ده. انا بحبه جدا جدا وبرتاح جدا عليه، وبيعمل وايتنينج بجد، فانا بحبه جدا. هو غالي اصلا، بقاله فتره غالي، بس هو حلو جدا، فده يعني انصحكم بيه. وكنت جايبه برده من فتره يعني الكريم ده من ايفا، اللي هو ايفا كرياتين. تمام، وحلو جدا جدا، بيرطب الشعر قوي. لسه يعني بجربه، فهو حلو. بحس ان شعري مفروض، بس انا اصلا بستخدم حمام كريم هير مايونيز. هسيب لكم صورته هنا. هير مايونيز ده تحفه، بيخليني احس ان انا كاني فارده شعري. فبرضو اهم حاجه ان انتوا تسيبوا الحاجه شويه على شعركم، يعني ما تحطوش تغسليه على طول، تسيبيه شويه. ودوت بتحطيه على شعرك وهو مبلول اول ما بتخرجي من الشاور. تمام، لازم وهو شعرك وهو مبلول، بس ما تسرحيهوش وهو مبلول، انتوا تحطيه بس. فحلو قوي، جبته كان ب100 جنيه تقريبا. والكريم دوت كنت جايباه من بابلز، كريم الايد. برضو بحب حاجات كريمات الايد جدا، معرفش عندي هوس بيها. كريم الايد يا جماعه انا بعشقه، بحب اقعد ارطب ايدي جدا. ممكن ما استخدموش، بس انا بحبه وخلاص. بحب البراند بتاعت بابلز ده. الكريم بتاع الايد بتاعهم بالبونبون، حلوه قوي، ريحته جميله جدا جدا، بتخليني حاسه عايزه اكل ايدي كده. فريحته حلوه قوي. تقريبا كان ب100 جنيه او 90 مش فاكره. فهو حلو وبيقعد كتير على فكره، وحته منه بتبقى كفايه جدا، بيرطب كويس قوي، بيدي ريحه حلوه قوي. فده من كريمات الايد الحلوه. وكمان بابلز عندهم حاجات كتير حلوه بحبها. بقى للحاجات جبت الشحنه دي من دكتور ايمان. هسيب لكم البيج تحت، عشان انا كنت محتاجه الحنه بتاعه الشعر جدا، اللي هي بريم دولهان. هسيب لكم صورتها هنا، اللي هي الهندي، حلوه قوي قوي وجميله جدا للشعر، وبتقعد معايا فتره طويله. فانا جبتها وبحبها بصراحه. فجبت بقى معاها شويه حاجات كده كنت محتاجاها ضروري يا جماعه، بجد بجد لازم تقتصدوا جدا، تشوفوا ايه الضروري جدا اللي محتاجينه. دلوقتي انا بجيب الحاجات الضروريه جدا، وفي حاجات ضروريه بستغنى عنها بجد والله العظيم. فدوت اهو، هوريكم بقى، لسه بفتحه معاكم.
اول حاجه المايسلر ووتر بتاعت شان، انا ما بستغناش عنها خالص لانها بجد حلوه جدا جدا، من احلى المايسلر ووتر اللي جربتها. وكانوا عاملين عليها عرض، كانت ب100 حاجه و60 تقريبا، وهي كانت ب200 او ب250، فحجمها كبير. بتقعد معايا كتير. بتشيل الميك اب حلو جدا. انا بحط كده على عيني بس هي مره واحده، بتشيل الميك اب كويس جدا. ومهم جدا جدا قبل ما تغسلي وشك بالغسول مهم ان انت تشيلي الميك اب جدا، ده هيفرق كتير وفرق كتير في الحبوب في وشك. تاني حاجه جبتها، بصوا التغليف يا جماعه بتاعهم، التغليف بتاعهم حلو قوي. بصوا من زمان جدا عايزه اجرب الكريم بتاع شان اللي هو المرطب، لان انا بعد ما بعمل الشيفنج بحط كريم بيبقى فيه ريحه، وفعلا الكريم بيبقى فيه ريحه بيسبب بجد جلد الوزه، وبيعمل هرش جامد، وبيخلي حساسيه جامده قوي، يعني بيخليني اقعد اكل في جسمي جامد. فده بيبقى غلط، لازم تحطي كريم بعد الشيفنج على طول، ما يحرقش الجلد، يبقى ما فيهوش اي عطور ولا اي فريجرانس خالص، يبقى خالي من اي عطور. فانا جبت شان، طبعا بيقولوا عليه ان هو كويس جدا وبيرطب كويس وما فيهوش اي عطور، فانا جبت واحد ما فيهوش اي عطور، وواحد اللي هو بريحه التوليب روز عشان انا بحب الروز جدا. فجبت واحد كده اللي هو بالتوليب روز، اصبروا كده ماشيله من هنا، وواحد اللي هو العادي اللي هو ده. اوكي، فانا مش مصدقه انا جبته اخيرا. في هيلورونيك اسيد وفي نياسيناميد، وبيقولوا بيرطب كتير جدا، وبارير فانكشن بيقوي حاجز الجلد. بازي ميلك ما فيهوش اي ريحه يعني. اوكي تمام، هجربه واقول لكم رايي. دوت بقى سبراي زي ديودرنت كده فور اول سكين تايبس، فور لونج لاستنج، وفي كوجيك اسيد وفيتامين اي، وبيدوم 48 ساعه، وبيقولوا ان هو في وايتنينج كمان. فدوت من انفينيتي ديودرنت ده، انا بحب الحاجات اللي هي اللي ملمسها باودر الخفيفه كده. اللايت كان حلو قوي. وعلى فكره كانوا عاملين عرض على الشين الموسترايزر بتاعه، كان ب100 حاجه و80 تقريبا، وهو ب200، والبتاع ده برضو كان ب165 تقريبا. بدخل على حبيب قلبي، انا كنت منتظراه بجد بجد. الاوردر ده بقى لي كتير بطلبه، كل مره ما بينفعش اجيبه. الاوردر ده من تيلوفيل براند معروفه، براند مصري بتعمل حاجات كويسه جدا. هم حسنوا دلوقتي الكواليتي بتاعت الحاجه كويس جدا، والمرطب بتاعهم حلو يعني اللي هو كويس ماشي. السكراب بتاعهم حلو جدا للجسم. عملوا الكريم بتاع البشره بتاعهم حلو جدا جدا. هوريهولكوا دلوقتي. والسيسا كريم بستخدمه لايدي، بجد فيه ريتينول قوي جدا جدا، بجد بقى يحرق ايدي ويقشر ايدي، فانا بحبه جدا لان هو اللي فتح لي ايدي. بس خلي بالكوا يعني ان انتوا ما تقعدوش يعني حطوا مرطب بعدها كويس جدا، بيستخدم بالليل بس. وهو عامل عرض دلوقتي ب 4 جيت 5 فري، يعني انت بتشتري 4 حاجات بتاخدي عليهم 5 حاجات هديه، ف9 حاجات هتلاقي الحاجه مكلفاكي 100 جنيه او حاجه زي كده. فيلا نشوف انا الحاجات اللي جبتها ايه. اول حاجه انا كنت نفسي اجرب المرطب اللي هو بريحه الكاندي، فجبت دوت. بصوا الباكجينج، بصوا يا جماعه التغليف مغلفين الحاجه ازاي كويس جدا، فعشان ما تتفتحش وبوظ. فدوت اللي هو السكراب بريحه الكاندي، فكان حلو قوي. انا اجرب الحاجات دي ومتحمسه اشم ريحه الكاندي عشان انا بحب ريحه الكاندي قوي. وكان ده البادي لود. وكمان جبت الشاور جيل برضو بريحه الكاندي، بس هلاقيه دلوقتي. انا هطلع اللي هلاقيه في ايدي اطلعه تمام. دوت بقى يا جماعه كنت نفسي اجرب السيرم بتاعهم جدا من زمان، هم منزلين السيرمز، والسيرمز بتاعتهم غالي يعني ب 400 وحاجه يعني. عادي انا متعوده استخدم سيرم معين كده، فده جبت السيرم بتاع البوستر سيرم لان بيشكروا فيه جدا وبيقولوا ان هو كويس، فجبته البوستر سيرم ده. قلت هجربه واشوف واقول لكم رايي ايه فيه. انتوا عارفين طبعا البوستر للبشره بيبقى حلو جدا، فلو ده كويس فعلى سعره يعني يبقى ليش يعني. اهو ده كويس جدا. دوت الكريم السيسا كريم، جايبه منه 2 عشان انا بجد ما بلاقيهوش، هو كان ب200 جنيه يعتبر ب100 جنيه السيسا كريم. هوريلكوا شكله. بصوا الباكجينج تحفه بصراحه يعني. ده السيسا كريم. بيستخدم يا جماعه على الايد بالليل عشان هو فيه ريتينول، او بتستخدميه على بشرتك عادي برضو، بس لازم تحطي مرطب قوي. انا جايبه 2 منه.
نيجي بقى للتوب بتاعهم اللي انا اصلا يعني منتظراه جدا. جيل كريم. انا ما طلبتش الجل يا جماعه، انتوا انا طالبه الكريم والله. اللي هو المرطب بتاعهم حلو قوي 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 يا جماعه. المرطب بتاعهم خطير بجد، لازم تجيبوا المرطب بتاعهم ده، لازم يبقى في الروتين بتاعكم. يعني مرطب مصري، برودكت مصري، مرطب فيه ريتينول وفيه نياسيناميد، تستخدميه بتحسي كأن بشرتك مش اترطبت من اي كريم بيرطب الجلد الخارجي. لازم يعني تحطي حقن او حاجه عشان توصل الترطيب الداخلي دوت، بتحسي كأن بشرتك من جوه، جلدك من جوه مترطب. بصحى كأن بشرتي نضره وطريه وجميل جدا بجد، بالذات في الشتاء، عشان في الشتاء انا بشرتي في الشتاء بتبقى بتقشف بجد يعني. شوف البوكس التاني فيه ايه. انا حبيت اجرب البادي سبلاش بتاعتهم، تعالوا نشوفها. انا ضوافري يا جماعه اتكسرت. بمناسبه الضوافر عايزه اعمل لكم فيديو عن الضوافر، ازاي تقووها وازاي تطولوها هي والرموش. فلو كده قولوا لي رايكم ايه، وحد جرب الحاجات دي ولا لا، او قولوا لي رايكم ايه في الفيديو ده اعمله لكم، وتنزلوا يعملوا لي اشتراك في القناه ولايك وسبسكرايب عشان تشوفوا كل فيديو جديد انا بعمله وتستفيدوا. اخيرا هجرب البادي سبلاش بتاعتي. انا يا جماعه بعشق البرفيومز، بعشق اي حاجه فيها برفيوم يعني بجد. بصوا يا جماعه، بصوا الباكجينج عامل ازاي. اولا يعني انا هرمي بس دي، بصوا هم حاطين الحاجه في ايه بجد. بصوا الباكجينج يا جماعه. ده عشان الحاجه ما تبوظش. فهنا البودي سبلاش بتاعهم دوت، انا كنت نفسي اجربه قوي، اللي هو البينك. اي حاجه بينك لازم اجربها. بينك بلاش حلو قوي يعني، سويتي كده، بناتي كده، بنوتاتي، تحس ان في بنت كده اللي حاطاه. تعالوا نجربه. الله، ريحته بينك كده، روز بودر تحسوا كأنه ريحة أنثوية جدا جدا وكيوت كده ورقيقة، وتحس البنت اللي حطاها رقيقة وشيك وكيوت وناعمة. عارفين الأنثوية الناعمة دي كده، هي دي ريحة نعومة كده، حلوة قوي البرفيوم ده. تمام. التانية اللي انا جايباها يا رب تطلع هي اللي هي بيتشي، بيقولوا ريحة البحر، بيتشي بلس. لا فعلا تحسي كده كأنك على البحر، عايزة الصيف والبحر والكلام وكده يعني. حلوة قوي بجد. انا اول مرة اشم البرفيوم البودي سبراي بتاعتهم، حلوة قوي 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 قوي. النوعين دول حلوين قوي، هاتوهم. اللي هي البينك دي، البينك والبيتشي، ريحة بحر. اخر حاجة بقى اللي هي الكاندي شاور جل. يا جماعة مش ممكن، يا جماعة مش ممكن الروايح اللي انا غرقانة فيها، مش ممكن. انا بعشق الروايح. الله. انا لازم ادخل اخد شاور دلوقتي، مش هينفع كده. حلو قوي. بصوا اصلا لونه اهو مش باين هنا وباين هنا فاتح، هو اغمق سنه، لونه بامبي فاتح كده، بنوته. انا والله بحب البينك وكل الحاجات، انا بنوته فعلا. بصوا بريحه الكاندي. انا جبت كده سكراب بالكاندي وده بالكاندي واللوشن بالكاندي. بجد انا متحمسه جدا ان انا اجربهم، والبادي سبلاش بتاعتهم حلوه جدا. كل حاجه بجد كانت حلوه، يا ريت تلحقوا العرض دوت. والبادي سبلاش بالذات والحاجات دي هتقعد معاكم فتره كبيره جدا. والحاجه هتلاقوها اصلا سعرها قليل جدا بعد كل الخصومات دي وبعد كل اللي هم عاملينه ده. ف دي كل الحاجات اللي انا كنت اشتريتها وكنت عايزه اوريها لكم. فلو حبيتوا الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتشوفوني الفيديوهات الجايه. تقولوا لي تحت عايزين فيديوهات ايه، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.